تسجيلات إمام الزمان تقدم الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ يوسف، تفضل شيخ يوسف. معك أبو ثائر. أهلا وسهلا بك أبو ثائر. أنا من أهل السنة. أهلا وسهلا بك. فعندي أنا يعني بصراحة بحيرة من أمري في موضوع بدي أقوله إخوان أهل السنة وإخواننا الشيعة. أي. موضوع الخمس، هل أخذ علي بن أبي طالب الخمس من شيعته أثناء خلافته وإمامته من صحابته؟ إيه كان الخمس مأخوذ بين هذا آية قرآنية موجودة به. نعم، آية قرآنية، وأنا بآمن بالقرآن الكريم، بقول القرآن الكريم كامل ومش ناقص، لكن هل علي بن أبي طالب طبق الآية القرآنية وأخذ الخمس من شيعته أثناء خلافته وإمامته؟ أثناء خلافته كان يأخذ الخمس من الغنائم، أي شيء يغتنمونه كانوا يوزعون الخمس بيناتهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. الغنائم من مين؟ من الكفار ولا من المسلمين؟ لا، الغنائم اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وفي زمن علي بن أبي طالب اللي ارتدوا عن خلافة علي بن أبي طالب. ممتاز، يعني ياخذها من الكفار، صح؟ اي صح. طيب الآن الشيعة، معممين الشيعة باخذوا الخمس من عوام الشيعة، يعني هل عوام الشيعة كفار؟ من عوام، لا، مو هم اغتنموا هاي الاشياء، يعني هاي الاشياء مو اخذوها من الكفار قالوا للكفار تعال اعطونا خمس، وانما الاشياء اللي جابوها من الكفار مثلا اسلحه او خيل او غيرها، هاي الخيل طلعوا الخمس مالها. اتفقت انا وياك شيخ يوسف، اتفقت انا وياك. الان تفضل. معممين الشيعة مش بياخذوا الخمس من عوام الشيعة؟ صح؟ طب بأي حق بياخذها؟ بياخذها منه إذا كان حسب الآية اللي موجودة، وما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول. نعم، ما غنمتم من شيء، وانت قلت الغنيمة من الكفار. مو الغنيمة من الكفار، اقول لك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا غنم من الحرب شيء فيخرج الخمس مالته، وعلي بن ابي طالب اذا غنم شيء من الحرب فيطلع الخمس مالته، وان غنم من عمده، يعني مثلا علي بن ابي طالب كان يعمل مثلا بمسحاته يزرع النخيل، فعندما يحصل مبلغ من المال يخرج الخمس وينطيه، وكان ينطيه حتى الالف اعدائه، ينطي جماعه حتى كانوا ضد. يعني التجار في زمن علي بن أبي طالب أعطوا علي بن أبي طالب الخمس؟ إيه، كانوا بحكومة علي بن أبي طالب التاجر المؤمن اللي يطبق هاي الآية، اللي إذا يغنم شيء من الأموال أو يربح شيء من الأموال فعليه يعني ينطي خمس الحكمة. ممتاز. ممكن الدليل لو سمحت؟ الدليل الآية الموجودة. أعطني إياه. أعطيني الدليل، وين موجود هذا الكلام؟ الدليل الآية اللي موجودة، وما غنمتم من شيء فلله. يا شيخ الفاضل اسمعني شيخ يوسف، الآية على عيني وراسي، مقطع كان وياك. فأنت قلت إنه علي بن أبي طالب أخذ الخمس من شيعته، في بداية كلامك قلت تؤخذ الخمس من الغنيمة أثناء حروبه مع الكفار، بعدين قلت إنه كان يأخذها من التجار. سألتك أخذها من التجار، قلت نعم. عندك دليل انه علي بن ابي طالب هذا الفعل؟ ابو ثائر زين، انا راح اسالك سؤال. تفضل. يعني انت تتوقع، يعني هل الصحابه مثلا، احنا ليش نتكلم عن علي بن ابي طالب فقط، وانما فصل؟ راح الشيخ؟ الو، في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ في صوت؟ راح الشيخ؟ والله راح يا عثمان، راح فصل يا اخوان، فصل. اخونا علي خرج الصلاة، وإياك أخونا عثمان. أخونا علي خرج الصلاة، دقيقة يا إخوان.